حتى لو عايزين ابقى اعمل استفتاء في الجروب وانزل لكم شغل في القاهره في المصانع اللي هناك، بس برضو ما رجحهاش. ليه بقى؟ حاجه صغيره كده تاخدوا بالكم منها. بصوا يا جماعه، الشغل في المصانع بتاعه القاهره بتبقى عن طريق سماسره. انت عارف لو السمسار مثلا يقول لك تعالى انا هوفر لك السكن وهخصم منك مثلا 250 جنيه في الشهر من مرتبك، هقول لك ماشي. انما ان يخصم منك 1000 1200 1000 ونص عشان خاطر يوفر لك السكن، ويا ريت السكن حلو، يا ريت السكن حلو. يعني انا لما كنت شغال هناك والله تمام، كانت شقه تقريبا كانت فوق خالص اخر دور ماشي. وكانت يقول لك انا موفر لك، كان يقول لك انا موفر لك سرير، مرتبه، انا موفر لك مرتبه وموفر لك ميه وموفر لك كهرباء ماشي. انت المشكله بقى ان رحت الشقه انا لقيت لا اله الا الله، الميه بتيجي نص ساعه في اليوم، نص ساعه في اليوم. انت اصلا شغلك هناك كان 12 ساعه في اي مصنع يوديهولك. يعني انا في الاغلب كنت بروح مصنع فاين اللي كان في العاشر تقريبا. هتشتغل هناك 12 ساعه، هيطلع عينك، هيطلع عين اهلك حرفيا. هتروح عشان تنام عندك مرتبه، الله اعلم الميه هتجيلك في انهي نص ساعه، سواء في ورديتك او في ورديه غيرك. المرتبه ذات نفسها اللي انت بتنام عليها، انت هو ال 12 ساعه بتوعك خلصوا، روحت، غيرك امن على مرتبتك راح علشان يبقى دوامه ال 12 ساعه برضه. يعني انتوا الاثنين وانتوا ما تعرفوش بعض اصلا ولا هتشوفوا بعض، وبتبدلوا مكان بعض في النومه. شقه 50 متر بينام فيها 22 نفر. فانت حلك الوحيد لو عايز تشتغل في القاهره فعلا، جمع معاك 5 اصحابك 6 اصحابك وهاتوا لكم شقه، وبلاش شقه جنب المنطقه الصناعيه علشان الناس يبقوا لكم انها مفروشه وياخدوا منكم فلوس كتير. تجيبوا لكم شقه ايجار في اي منطقه حتى لو قريبه، بس حاجه بسيطه. اخركم مثلا ايه، تركبوا عربيه واحده ولا حاجه او عربيتين يا عم مش مشكله، تنزلوا قبل الشغل بساعه، او انزلوا حتى جنب المكان اللي السمسار هياخدكم فيه بالعربيه يوديكم المصانع اللي هناك. بس انا ما رجحش انكم تشتغلوا مع سماسره لان حرام يعني بجد، هياكلوا فلوسكم جامد وفي الفاضي. لو تشتغل في القاهره شوف لك مصلحه هناك بعيد عن السماسره، اي مصنع ولا اي شركه هناك بعيد عن السماسره. هات لك شقه 5 تنفار، تكون الشقه فاضيه، تجيبوا انتوا شويه حاجات عندكم. دمياط في الشارع الحربي بتاع شحن، بيحاسبكم بالشكاره، عبوا في الشكاره اي حاجه انتوا نفسكم فيها عايزينها وتبعتوها على المكان بتاعكم وتروحوا تستلموها من اقرب مكان له. هو ليه اماكن كتير في القاهره، هتروحوا تستلموها من اقرب مكان وب 60 جنيه 70 جنيه. بس ده كان اخر مره، يعني الكلام ده كان من كام سنه مش فاكر، حبه حلوين. الفكره ابعدوا عن السماسره بجد، يعني هتظلموا جامد. لما تلاقي الكهرباء اللي بيقول لك انا موفر لك كهرباء، وتيجي تبص هتلاقي في الشقه حرفيا اللمبه من اللي هي بتاعت السلم دي متعلقه في نص الشقه، والشبابيك مكسوره في عز مكان الجو ساقع اصلا، والصبح دبان وبالليل ناموس. فحاجه يعني الشقق هناك اللي هيقول لك عليها ده سكن وكهرباء وميه، دي حاجه غير ادميه. يعني بقول لكم عليه دي حاجه غير ادميه، لما انتوا عاملين حرفيا زي الفئران كده جنب بعض، الموضوع مستفز. فلو هتشتغل في القاهره فعلا شوف لك شقه واتفق مع 5 اصحابك ويبقى احسن لكم.